الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هعمل فيديو في 3 دقايق وهختصر عليكم الموضوع عشان خاطر محدش يعني ايه يقول لك ان احنا بنطول الكلام ده كله. تمام. النهارده انا هتكلم عليه بقى، اقول لك ان انت لو عندك تقطيعه في مكان كتير بيجي فيه تقطيعه، تمام، وانت بتفتكرها كربراتير، بتفتكرها مش عارف ايه الكلام ده كله، فهقول لك حاجه صغيره عشان تخلي بالك منها. في ممكن تبقى حاجه صغيره خالص وتعمل عندك التقطيعه. المكنه ديت والله كربراتير جديد ومعمره ومباين جديده اهي، بص معايا كده بالراحه، مباين جديده تمام وكربراتير جديد ماشي، ومكنه معمره قريب، يعني مكنه مفيش فيها مشكله خالص، بس فيها تقطيعه في المشي. التقطيعه دي بتبقى منين؟ هقول لك حاجه ركز عليها قوي، عشان احنا بنقول روح للكهربائي والكهربائي يرجع يقول لك مفيش فيها حاجه. تمام. بص يا باشا، ابطل المكنه اهو، بص كده المكنه بطلت. تعالى بص بقى هنا كده، قرب بالراحه، بص سلوك الاكتفاور، بص ده والله كانت عندي كهربائي. سلوك الاكتفاور الاثنين عريانين وواصلين في بعض، عاملين قفله في بعضهم نفس الطريقه دي كده، فده طبعا بيعمل تقطيعه ويخلي المكنه تبطل وتغير في الدواره وتعمل تنتيشه معاك. فمش كل حاجه تبقى هنا، ممكن تكون فيشه زي ديت بايظه تعمل عندك تقطيعه، ممكن يكون برده سلك زي دوت عريان يعمل عندك تقطيعه، وممكن يكون الكليبسات راكبه وكل حاجه بس السلك منفس برده بيعمل تقطيع. فده حاجه احنا قلنا نوريها لكم برده تاخد بالك منها، عشان مش كل حاجه تجري على كالبراتير، تجري على لمبينه، تجري على كتينه، تقسيمه، الكلام ده كله. الكهربائي عليه عامل كبير في الشغل بتاعه، والضفيره او الكهرباء لها عامل كبير ولها وظيفه كبيره لازم تخلي بالك منها وتمم على كل حاجتك، عشان ما تقعدش تدخل نفسك في متاهات كتير وتغير مباين وتغير كربراتير في الفاضي. استنانا الفيديو الجاي ان شاء الله.